ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا النهارده نشوف هنعمل ايه. هنعمل فراخ مشويه زي بتاعه بره بالظبط، ومش هتختلف خالص عن بتاعه بره. اجيب الفرخه بتاعتي واشيل فيها الزيادات كده. هبدا اجي افتحها بالسكينه من عند الصدر كده كويس قوي. واهم حاجه بعد ما فتحتها احاول اضغط بايدي جامد عشان اكسر العظم شويه عشان تفرد معايا. هبدا اشيل الرقبه. اي زيادات انا مش حباها مثلا في الفرخه هبدا اشيلها. تمام، هابدأ برضه زي ما قُلت أكيد هاضغط عليها عشان أكسر العضم بتاعها شوية. أنا فتحت الصدر هنا لإنه كان الفرخة كانت كبيرة شوية، فكنت عايزاها تبقى مستوية كويس أوي. وهابدأ أجيب كيس تلاجة معايا مثلًا وهابدأ أدُق فيها شوية برضه عشان أتأكد إن هي ما بقتش تخينة يعني معايا، وهتبدأ لمّا تدخل في التتبيلة وآجي أشويها هتبقى طعمها حلو أوي. هنجيب معايا بقى هاشوف التتبيلة بتاعتي. هاجيب بصل وطماطم وفلفل وتوم مفروم وهاحطه في الخلاط. وكمان هاحط معايا زيت ودبس رمان. التتبيلة اللي أنا هاقولها مش شرط تلتزمي بيها، أي تتبيلة عندك ممكن تحطيها. وكمان معلقة خل. وهاحط أهم حاجة شوية زيت زيتون عشان هيطري لحم الفراخ بتاعي وهيخليه طعمه تحفة. هابدأ أحط البهارات بتاعتي ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وبهارات فراخ أو ال7 بهارات أي حاجة يعني. وهابدأ كمان أحط زبادي معايا وشوية مَيّة. أنا هاحط شوية مَيّة صغيّرين بس عشان التتبيلة تبدأ تمشي في الخلاط، مش عايزة أحط كتير، مش عايزاها خفيفة. هابدأ بقى أضربهم في الخلاط وأعمل فتحات كويس أوي في الفراخ بتاعتي عشان لمّا أحط التتبيلة أتأكد إن التتبيلة دخلت في الفراخ بتاعتي كويس أوي. هابدأ أتأكد إن الفراخ اتغطت كويس أوي بالتتبيلة، وهابدأ أقلبها من جميع النواحي وأتأكد. والفتحات اللي أنا عاملاها هاحاول أدخّل فيها التتبيلة كده وهاغطّيها وهاسيبها لتاني يوم في التلاجة. تمام. أهم حاجة لتاني يوم وأنتِ قبل ما تعمليها طلّعيها قبلها بساعتين مثلًا أو ساعة كده عشان تاخد درجة حرارة المطبخ وتستوي معاكِ كويس أوي. وكمان لو ما عملتيش كده ودخّلتيها على فرن كمان بارد ممكن تبقى مستوية من برّه ومش مستوية من جوّه. أهم حاجة الفرن يكون سخن وتكوني مطلّعاها قبلها من التلاجة. هابدأ أحط الصينية بتاعتي كده أحط فيها مَيّة وهاجيب الشواية بتاعتي وأحط الفراخ فيها. ممكن طبعًا الصينية دي بدل ما تحطّي فيها مَيّة تحطّي فيها خضار وتخلّي الصوص بتاع الفراخ ينزل على الخضار فهتبقى حلوة جدًا. بس أنا وقتها أنا يومها ما كنتش عايزة أعمل خضار يعني، فدي بدايل. ممكن تحطي صينية وتحطي مَيّة وهتستوي حلو جدًا. وهتحطيها في الفرن يكون سخن وتحطيها تحت مش على الشبكة عشان تستوي كويس. وأهم حاجة بعد ما تغلي توطّي عليها وتسيبيها براحتها خالص وتبدئي تقلبيها يمين وشمال. هاعمل معايا بقى الخلطة دي. عملت طماطم وبصل وفلفل أخضر وحطيت عليهم ملح وفلفل وسُمّاق. أول ما الفراخ بتاعتي خلاص تقرّب خلاص تستوي خالص، هابدأ أحط الخلطة بتاعتي دي وادخلها تاني الفرن تاخد لون حلو الخضار يدبل هيطلع زي بتاعة بره بالظبط واحسن كمان. بصوا